السلام عليكم ومرحبا بكم كالعادة في قناتي إبريق الوصفات. جيتكم كالعادة بوصفة جديدة. وصفتنا متاع اليوم باش تكون وصفة إيطالية. كما تعرفوا بديت لكم سلسلة في القناة متاع أكلات كل مرة من بلاد. ديجا بديتها بالأكلات الفرنسية وتعديت توا للأكلات الإيطالية. باش نبدأ لكم بأول أكلة إيطالية اللي هي لازانيا. باش نشاركها معاكم بطريقة أفخم المطاعم. زادا باش نشاركها معاكم بالعجينة معناها الفريشكا، يعني البات فريش مش بالبات المشرية حاضرة. وبالطبيعة كان تحبوا تشوفوا المكونات متاعها وطريقة التحضير، ما غير نوصيكم كالعادة تتبعوا الفيديو للآخر. أول حاجة باش نعملوا بات فريش اللي هي بات لازانيا الفريشكا. عندنا 50 مليلتر متاع زيت زيتون، تنجموا تعملوا زيت نباتي كتحبوا البات أخف. عندنا رطل فرينة ولا 500 جرام فرينة، عندنا 3 عظمات، رشة ملح وماء. هذوما هما كل المكونات. طب باش نضيف للفرينة والعظام الكل باش نضيف لهم الزيت، نضيف شوية من الماء بالطبيعة نضيفه بشوية بشوية باش البات ما تولينيش جارية، خاطر لازم نتحصلوا على بات تلصق ما تكون معناها متماسكة، ما تكونش جارية. ونبداو نلمو في البات. طبعا كيف نكملوا نعجنوا على البات 5 دقايق اخرين حتى نتحصلوا كيما قلت لكم على بات تلصق في نفس الوقت متماسكة. ومن بعد باش نقسمها على 4، يعني باش نعمل 4 أوراق متاع لازانيا. اللي حاب يعمل معناها لازانيا فيها 3 أوراق ينجم يعمل. هذه تعتمد على الذوق متاعكم في قداش تحبوها من ورقة فيها لازانيا. المفيد قسمتها غادي على 4، كيف حطيت لهم الفرينة نلفهم بالفرينة بالكدا باش معادش يتلاصقوا. وطال هنا كيف نرشها كيف بالفرينة باش نبدا نحل فيها. بالنسبة للحلة تحاولوا معناها ترفوها حتى الطاولة تظهر لكم معناها من البات. قد ما ترهفوا قد ما تكون معناها الورقة متاع اللازانيا تكون خير. وماذا بيكم قبل ما معناها ما تحلوا البات خليوها ترتاح حكاية درجين اخرين باش تحل معاكم فاسيلمون. انا الحق ما ديريكت معناها عملتهم كقسمتهم وديريكت بديت نحل فيها. اما مستحسن معناها كيما قلت لكم تخليهم يرتاحوا قبل ما تحلوا على البات. تو غادي خديت البيريكس باش نطيب فيها اللازانيا، حطيتها على الورقة متاع اللازانيا وبديت معناها نقص الورقة متاع اللازانيا على حسب البيريكس هذيك ولا على حسب المول اللي باش تخدموا فيه، يعني بالطريقة هذيك. تو غادي هاكم الورقة متاع اللازانيا سيبو حاضرين. عودت المرحلة هذيك 4 مرات، حطيتهم في الطبق هذاك وحطيت ما بيناتهم اما نشا ولا فرينة باش ما يلصقوش في بعضهم. باش نحضروا تو صوص بولونيز. عندي غادي في طنجرة حطيت شطر بصلة صغيرة مقصوصة جيدة، كيف 3 روس ثوم مقصوصين جيدين، قليتهم مع شوية زيت زيتونة. ومن بعد ضفت لهم رطل متاع اللحم مفروم دودانت. اللحم مفروم معناه متاع الديك الرومي، تظهر لي صوص بولونيز كي اخف من اللحم مفروم متاع البقري. ومن بعد ضفت لهم السفنارية صغيرة برشتها لهم مع مغرفتين متاع طماطم معجونة. ضفت كيف شوية تابل، ما تكثروش متاع الصوص بولونيز متاع اللازانيا، ما تكثروليش التابل، ضفت شوية برك. نقولوا شتر مغرفة صغيرة تابل. نخليهم يتقليو شوية على الغاز. بعد ضفت لهم الكركم باش نضيف زيادة فلفل الأكحل، الملح بالطبيعة. ومن بعد عندي غادي الحكة متاع الطماطم هذيك متاع سيكام، استعملت ربعها. تبدأ بالفلفل، هاي طماطم المعمولة المعصورة يعني. غادي حسيت شوية طماطم معجونة ضفت شوية، يعني انا ملول حطيت مغرفة ونص ومن بعد ضفت شطر الاخر، يعني الكل في الكل طماطم معجونة استعملت 2 مغارف كبار. خليهم هكا يذبلوا بالكدا واللحم مفروم يطيب. وطاو باش نمرقهم بالماء. الماء يكون سخون بالطبيعة. باش نضيف لهم 4 أوراق كيكة متاع رند، شوية حباق فريش. كان عندكم زاد الحباق العادي الواحد نجمو تضيفوا له يعطي بنة زاد في صوص لازانيا. ومن بعد غطيته وخليته يطيب على روحه. باش نحضر توا الصوص بشاميل. خذيت غادي مغرفة كبيرة متاع زبدة،
باش نضيف لها حكاية 2 مغارف متاع زيت نباتي، باش نضيف كيف 2 مغارف كبار متاع فارينة، نخلطهم شوية ببعضهم. من الاول بالطبيعة الناس الكل نتصور تعرف تعمل صوص بشاميل، ومن بعد باش نضيف لهم حسب التقريب متاع 500 مليلتر متاع حليب، باش نضيف لهم حكة كاملة متاع كريم ليكيد هذيك، تعطي بنة عالمية في الصوص بشاميل الكريم ليكيد. هايك نقعدو نخلطو حتى الصوص بشاميل تعقد معانا. طب باش نضيف لها حكة متاع الجبنة تارتيني، الوزن متاعها 125 جرام، زادك كيف يعطي بنة عالمية. وبالطبيعة اختياري، اللي يحب يحط، لي ما يحبش ما يحطش. انا تعجبني على الاخر بالكريم فريش وكجبنة ذيك، تعطي بنة معناها ابن من العادي يعني. الحق اللازانيا بالبشاميل وحدها ما تعجبنيش برشا، ديما ماذا بين كثرها في جبونيت. ومن بعد حطيت لها نواد مسكاد ورشة ملح وفلفل اكحل، اخر حاجة ضفتها لها. تبقبق شوية وبعد نسكر عليه. تو كل شي حاضر باش نضيف التركيب متاع اللازانيا متاعنا. اول حاجة باش نحط صوص متاع بولونيز من غير ما نهزو فيها اللحم يعني، جوست ماء بركة يعني من غير اللحم مفروم، باش نحطوه في القاع متاع البيريكس هذيكا. وبعد باش نحط ورقة متاع لازانيا، باش نحط كيفك الصوص بولونيز عادية يعني مع اللحم متاعها، باش نحط شوية بشاميل. فما شكون يحط البشاميل في الوسط يعني الطبقات متاع اللازانيا، فما شكون لا، فما شكون يحط جوست فخر طبقة يعني متاع اللازانيا. انا نحط في الوسط ونحط في الاخر، تعجبني بالطريقة هذيا. كل واحد بطبيعة وذوقه، ديما نقولها معناها الدنيا اذواق. باش نحط كيف الطبقة الثانية متاع اللازانيا، وقبل بنفس الطريقة صوص بولونيز، شوية بشاميل، شوية جبن. بالنسبة للجبن انا استعملت موتزاريلا، واستعملت شو اسمه هو شد محمد رسول الله، حسيله نوع متاع جبن يعجبني على الاخر في اللازانيا، يبدا شوي يشبه شوي للكامونبير، نسيت اسمه حسيله، كان ذكرته نكتبه لكم في المونتاج. ونكمل بنفس الطريقة حتى نكمل الاربع الورقات متاعي متاع اللازانيا، هيك بنفس الطريقة. هاوك جبن اللي حكيت لكم عليه بالشكل هذاك، يبدا مدور ويبدا صغير. والبطبيعة نتوما اي نوع متاع جبن يعجبكم تحسوه يجي بنين في اللازانيا تنجموا تحطوه، مثلثات، جبن كاري، حاسيلو اي جبن. وكان متوفر عندكم البارميزان تكون خير على خير يعني. انا مش متوفر عندي، استعملت جست كيما قلت لكم موتزاريلا وجبن هذاك. طب باش نحط الطبقة الاخرانية، باش نحط جست بشاميل بركة، مش نحط صوص بولونيز وكاهو. باش نكمل حطيت لها شوية موتزاريلا من الفوق، وباش نغطيها بالالمنيوم. هذيك اللازانيا متاعنا من بعد ما طابت خلتها ساعة غير درجين بريسك في الفور. المفيد لازمها نتأكدوا الوراق متاع اللازانيا طابت مليح وشاحت من الصوص يعني، تكون متماسكة. هيك الشكل متاعها كيفاش لازمها تكون. كان تحبوا معناها تبدا جراتيناج من الفوق، نجموا تنحيو الالمنيوم وتعملها ضربة جست معناها من الفوق برك، الغاز يسعر من الفوق. كان تحبوها جراتينيه معناها في الوجه متاعها. انا هذيا شهوتي انا عملناها دبارة في راس العام وشاركتها معاكم يعني، الطريقة متاعي كيفاش بتاع اللازانيا. هايك كيفاش قصيت لكم مورس وهو سخون، هايك كيفاش حاصلوا نودكم ونشهيكم البنة متاعها. وهذيك من غدويكا بعد ما شدت روحها اللازاني، تعشينا بها العشاء متاع راس العام، وقعدت من غدويكا فطور، حاسيلو حاجة بنة على بنة. هكا هاو لهنا تكون فكرتي متاع اليوم ودبارتي متاع اليوم. ان شاء الله عجبتكم الوصفة ونلت رضاكم، والطريقة متاعي ان شاء الله كيف عجبتكم. وبالطبيعة كان عجبتكم متنسوش تقدوا جيم الفيديو والاشتراك في القناة كان اول مرة تزوروا القناة متاعي. وبالسلامة، نقابلوا ان شاء الله في وصفة اخرى.